أيام المذاكرة والدراسة بيكون المجهود الذهني عالي، وبنحتاج للفيتامينات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. والفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها بتكون موجودة في الفاكهة الطازة. والنهاردة هنعمل عصير رمان وليمون وحليب عشان نساعد في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فوائد فاكهة الرمان. يعتبر الرمان من الفاكهة المهمة للمخ والجسم عشان الرمان مليان عناصر غذائية ومضادات أكسدة. وكمان الرمان بيساعد في الوقاية من النسيان ومرض الزهايمر، عشان الرمان بيمنع تراكم البروتينات الضارة اللي بتكون مسؤولة عن تطور مرض الزهايمر. ومن فوائد الرمان انه مفيد في تقوية المناعة وزيادة النشاط في الجسم، عشان في الرمان فيتامين سي، ولما تكون مناعة الجسم قوية بتساعد على استيعاب الدروس أسرع. ومن فوائد الرمان انه بيساعد في تقليل الضغط العالي اللي بيكون في ايام المذاكرة والدراسة. واخر معلومة عن فوائد فاكهة الرمان انه مهم في تقوية الجهاز العصبي وتقوية القلب، وبيقلل من حدوث امراض القلب. وبكده نبقى عرفنا معلومة سريعة عن فوائد فاكهة الرمان، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة. وهنستعمل في عصير الرمان الليمون، عشان الليمون مهم في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. ويعتبر في الليمون مركبات كيميائية بتساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب وتقليل الالتهابات، وبتفيد في تحسين عمل المخ. ومن فوائد الليمون تقليل الإصابة بأمراض الزهايمر والباركنسون. ويعتبر الليمون مليان مضادات أكسدة مهمة في تحسين عمل المخ والخلايا العصبية. ومن فوائد الليمون تسهيل حركة الدم للمخ، وبيساعد على تجديد خلايا المخ. وبكده الليمون بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. ويعتبر في الليمون فيتامين سي المهم في تقوية المناعة، وبيساعد على حماية الجسم من الأمراض والالتهابات. ويعتبر في قشر الليمون زيوت طيارة بتساعد على الشعور بالاسترخاء، فيساعد على تقليل التوتر والقلق اللي بيكون وقت المذاكرة. واخر معلومة عن فوائد الليمون انه بيساعد في تقوية وتحسين وظائف المخ والاعصاب، عشان في الليمون عنصر البوتاسيوم. وبكده يبقى احنا عرفنا معلومة سريعة عن فوائد الليمون، واهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة. ويلا نعمل عصير الرمان والليمون والمكسرات مع بعض. وعصير الرمان والليمون مناسب في وجبة الفطار الصبح. هنجيب كمية من الرمان ونتأكد ان مفيهاش رمان بايظ، وبعد كده نحطها في الخلاط بسم الله، ونزود عليها نص كوباية مية ونشغل الخلاط. وبعد كده نصفي عصير الرمان، ونزود على الرمان عصير ليمونة متوسطة. وبعد كده نزود معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون او اي نوع من المكسرات الموجودة عندنا، ونضيف معلقة عسل ابيض. وبعد كده نزود على عصير الرمان والليمون نص كوباية حليب خالي الدسم او كامل الدسم، ونشغل الخلاط. ويلا نصب عصير الرمان والليمون والمكسرات مع بعض. وبكده بقى عصير الرمان والليمون جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير الرمان والليمون تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة ازاي نعمل عصير الرمان والليمون بطريقة بسيطة تساعد على تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة بإذن الله.